السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بألف خير. طليق مدام هناء عامل فيديو جايب فيه الكارت متقطع. طب يا جماعة الكارت ده بتقولوا كان مرمي في الزبالة وجابه. طب مرمي في الزبالة وجابه وبيبرق بالطريقة دي زي ما يكون واحد لسه مقطعه، لسه عامله حالا ولسه مقطعه حالا. يعني واخدين بالكم؟ مفيش زبالة اترمت عليه. طب بلاش كده، ده هو مجمعه بطريقة رهيبة، بطريقة يعني مفيش فتفوتة منه ضاعت، مفيش حتة راحت منه في الزبالة. يعني حاجة غريبة قوي والله. وبعدين هو في حد بيبقى معاه كارت ويستغنى عنه بالطريقة دي؟ يعني الواحد مش متخيل ولا مصدق ان في واحد. طب هقول لكم على حاجة، هو ليه كان مقرب التصوير قوي قوي على اللهم صل على النبي، على الكارت، بحيث ان ما يبينش هو اصلا فين؟ طب ليه ما طلعش كده عادي كده، عمل فيديو عادي وجاب؟ ولما جه هتقولوا عشان خاطر يبين الاسم ويبين الرقم. طيب ما كان طلع عادي بفيديو عادي، واخدين بالكم؟ وجه ساعة ما عايز يبين الرقم كان قرب الكاميرا قوي على الرقم وبينه، او على الاسم وبينه، او على التاريخ وبينه. فانا صراحة انا الكارت ده، انا ام رؤية بقول الكارت ده مش الاصلي. الكارت ده مش الأصلي. مفيش واحد بيبقى معاه كارت لدولة أوروبية إنه يدخل ويقعد هناك وياخد تأشيرة وياخد كل حاجة، وكارت يقعد 10 سنين وممكن بعد كده يجيب أولاده ويقعد ويستقر هناك ويستغنى عنه أو يقطعه أبدا. فده كارت مش حقيقي، ده كارت يعني زي ما تقول إيه اللي بيقولوا عليه إيه، مزور. ده كارت مزور مش الكارت الحقيقي. راح عمل كارت عشان يجي يصوره قدام الناس ويبين ان هو مستغني خالص عن الكارت. ومدام هناء هتطلع تكذب ليه؟ يعني مدام هناء هتكذب ليه وتقول ان هو كلمني وهو في فرنسا؟ طب انتوا يعني انتوا عايزين تقولوا ان هو مش في فرنسا مثلا، واخدين بالكم؟ وهو مستغني عن الكارت. طب يطلع لايف واحد يطلع كده ويقول ان انا في بلدي اهو، عشان احنا كمان نصدقه، عشان احنا نصدق ان هو مش في فرنسا. يطلع لايف واحد ويقول انا اهو موجود في بلدي. المدام هناء بتقول عليه ده مش حقيقة. غير كده احنا عمرنا ما هنصدق ان هو في بلده، هو في فرنسا، هو في فرنسا. هقول ايه بس؟ وبرضك الناس امبارح كانت عاملين مهرجان لما طليق مدام هناء قطع الكارت. انا مش فاهمه يعني ليه كل الفرحه والمهرجان اللي انتوا كنتوا عاملينه ده؟ هقول ايه؟ ربنا يهدي. يلا يا بنات عشان ما اطولش الفيديو، اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من عندنا. مع الف سلامه.